يا أهلا بكل عشاق الكرة في مصر. النهارده هنتكلم عن حلم كبير وهو بطولة كأس العالم للأندية 2025، النسخة التاريخية اللي هتقام في أمريكا السنة دي. لكن استنى لحظة كده، تعالوا نبص على قائمة الأهلي ونشوف فيها كام نجم زملكاوي. تعالوا نعد مع بعض. أحمد سيد زيزو النجم الأبيض اللي أصبح أحمر مؤخرا، ومش لوحده، قبله أشرف بن شرقي وإمام عاشور وياسر إبراهيم. يعني احنا بنتكلم عن فرقة طعمها أهلاوي بنكهة زملكاوية. تقدر تقول كده ببساطة إن الأهلي بقى بيلعب بمنتخب الأهلي والزمالك مع بعض، وده مش تقليل من حد على فكرة، ده العكس تماما. عارفين لو كنا بنفكر بروح رياضية ما كانش هيبقى في مانع نعملها رسمي أصلا. تعالوا كده نفكر بره الصندوق. لو كانوا استغلوا فكرة الاستعارات الخاصة بمونديال 2025 والأهلي أخد تدعيمات من الزمالك ومن أندية مصرية تانية زي بيراميدز والمصري مثلا، ونعمل فرقة قوية جدا تلعب باسم مصر. بذمتك انت مش شايف ان دي فكرة حلوة؟ تخيل كده زيزو بيلعب مع ابراهيم عادل ومصطفى فتحي وشيكابالا وامام عاشور وبن شرقي واسامة ابو علي وحسين الشحات وتريزيجيه والشناوي، كل دول فرقة واحدة. تخيل، اسماء تخض، ده انا نفسي اتخضيت وانا بقول الاسماء. دي مش بدعة على فكرة. فاكرين زمان ايام الابيض واسود كنا بنشوف الاهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض ضد فرق اوروبية، كان ساعتها في روح مش تعصب، كانت كورة مش معركة. يعني الفكرة مش غريبة، والموضوع بسيط لو احنا بجد بنحب الكورة وبنحب مصر. اكتبوا لنا آرائكم في التعليقات، ويلا بينا نستعد لكأس العالم للأندية.